طلبتوا مني وصفات سهلة واقتصادية وخفيفة. ان شاء الله وصفة النهاردة هتعجبكم جدا جدا، سهلة وبسيطة، تنفع فطار وتنفع سحور. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، معايا بطاطس مسلوقة، والبطاطس عشان تسلقيها وتبقى ناجحة معاكي لازم تسلقيها بقشرها. يعني ما تقشرهاش وتقطعيها وتحطيها في المية تتسلق، بتشرب مية. انما لو سلقتيها بقشرها كده هتنجح معاكي ومش هتشرب ميه خالص. البطاطس معايا لسه سخنه فبتتقشر بكل سهوله. انا كان عندي البطاطس الصغيره دي، اي حجم بطاطس ينفع، كبيره صغيره اي حاجه عندك تنفع. تمام. وببدا اقشرها زي ما انتم شايفين، بتتقشر معايا بكل سهوله. مش شاربه ميه خالص. وقبل ما ابدا الفيديو يلا حط لايك اللي ما حطيتيش اللايك لغايه دلوقتي، عشان انتوا بتنسوه، عشان الفيديو يترفع على طول. ولو اول مره تشوفوا القناه دوسي على علامه اشتراك ودوسي على كلمه الكل، علشان اول ما انزل اي فيديو ان شاء الله يوصلك على طول. بص بقى، بعد ما قشرت الكميه كلها هبدا اهرسها كده بهرسه البطاطس او بكوبايه او بشوكه. اهرسي بالطريقه اللي انت عايزاها، المهم ان انا عايزاها ناعمه خالص. طبعا هتهرس معاكي بكل سهوله، هي لسه يعني طازه ولسه سخنه، وحتى لو انت سلقاها قبلها بيوم ولا حاجه برضو ان شاء الله تهرس معاكي بسهوله. طالما انت سلقاها كويس ومش شاربه ميه زي ما قلت لك. بص بقى، عشان بطاطس معايا يكون طعمها حلو لازم اطعمها واخليها غنيه، بمعنى اصح بتتبيلات كويسه قوي. بصوا بقى، حطيت شويه توابل هتطعم لي البطاطس وتخلي طعمها حلو قوي. حطيت طبعا الملح المظبوط بتاعي، فلفل اسود، كمون، حطيت بابريكا، حطيت بهارات مشكله. يعني ايه بهارات مشكله؟ يعني 7 بهارات، او لو عندك حتى بهارات فراخ، بهارات لحمه، اي بهارات عندك مشكله حطيها هتطعمهولك جدا. وحطيت كمان مكعب من الزبده، ولو انت بتحبي الحاجه سبايسي ممكن تضيفي شطه. خلاص خلطت كل المكونات اللي عندي وهرستها كمان كويس قوي قوي. هبدا زي ما انتم شايفين كده اشكلها بالطريقه اللي انتم شايفينها كده، هتتشكل معايا بكل سهوله ومش هتلزق معايا ومش هتفك في الزيت ومش هتغلبني ولا اي حاجه. لا ضفت حليب على البطاطس، ولا ضفت بقسماط، ولا ضفت نشا، ولا ضفت دقيق، ولا اي حاجه. البطاطس بتاعتي مش محتاجه اي حاجه طالما زي ما قلت لكم مسلوقه بالطريقه الصح. خلاص. في ناس بقى تقول لي يعني هي سلق البطاطس شغلانه على الكلام اللي انت بتقوليه ده كله. والله يا جماعه طريقه سلق البطاطس بتفرق في النتيجه كويس قوي. البطاطس لو شاربه معاكي ميه هتلاقيها سايبه معاكي، مش هتعرفي تشكليها. هتلاقيها بتلزق معاكي في ايدي، في ايدك يعني وانت شغاله. لو تلاحظوا وانا شغاله ايدي زي الفل اهي، مفيش حاجه لازقه فيها. طيب ولو فرض لقيت البطاطس بتلزق في ايدك، مفيش مشكله، اغسلي ايدك وارجعي اعمليها، او بلي ايدك بشويه ميه، هتتشكل معاكي بكل سهوله. تمام. الوصفه دي سهله بسيطه اقتصاديه جدا جدا. حابه تحشي صوابع البطاطس دي بصوابع الجبنه الموتزاريلا، تمام، مفيش اي مشكله. حابه تحشيها باي جبنه انت حباها، احشيها زي ما انت عايزه، يعني دلعي فيها بقى زي ما انت عايزه. بصوا، ما حطيتش اي اضافات. شكلت هنا جزء بصوابع زي ما انتم شايفين كده ساده، والجزء التاني هوريكم، او اللي اتبقى معايا يعني هوريكم انا بقى احب ايه، ادلعهم شويه كده. وهعمل ايه معايا هنا؟ شويه عصاج كان باقي معايا من بقيه يعني اكل، وحطيته في الفريزر. عايزه اقول لكم ان الشويه دول يعني ما يجوش 100 جرام، وكمان هيتبقى منهم. ماشي. انا بحب دايما وانا بعصج اللحمه بحط لها غير البصل جزر مبشور وفلفل الوان. تمام. اولا بيزود الكميه، بعد كده وغير كده بيطعمها كويس قوي. يلا عملت بقى جزء ساده زي ما انتم شفتوا، وهعمل الجزء التاني محشي باللحمه المفرومه. ودي طبعا خطوه اقتصاديه، خطوه اختياريه. حابه تعمليها كلها اقتصاديه خلاص اعمليها كلها ساده. حابه تدلعيهم زي كده احشيها، او لو حاجه باقيه عندك عصاج لحمه عصاج فراخ احشي. حابه تحشيها جبن مفيش اي مشكله برضو، بتكون حلوه قوي. يعني حته الحشوه دي اختياري، وانت ايه وراحتك، انا بديلك الافكار وانت طبعا ايه انت حره. هبدأ بقى احشي زي ما انتم شايفين كده وبقفلها، هتتقفل معايا بكل سهولة. بس وهبدأ بقى الفها كده دواير، وخلاص على كده. بصوا بتتقفل بمنتهى السهولة، وزي ما قلت لكم ولا بتلزق في ايدي ولا اي حاجة، ولا ضفت لها اي اضافات. بص بقى يا ست الكل، حابة بقى تحط لها فلفل في البطاطس وانت بتهرسيها حطي، حابة تحطي شوية بقدونس حطي، حابة تطعمي اي اطعم تانية اعملي اللي انت عايزاه. بس زي ما قلت لك انا عملتها لك بطريقة اقتصادية، وانصحك ان انت تعمليها بالطريقة دي لانها جميلة جدا جدا وطعمها حلو قوي. احنا طعمنا البطاطس بتاعتنا
بالتوابل والمكعب الزبده، فهي صدقيني مش محتاجه اي حاجه خالص. اعمليها بنفس الطريقه دي، وانا واثقه ان هي تعجبك وهتعجب ولادك وهتدعي لي ان شاء الله. يلا هعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. الطريقه دي تنفع طبعا على الفطار، يعني جنب اي اكل، مثلا بواقي اكل قبلها بيوم، حابه تزودي في الاكل مثلا طبق جانبي كده، هي مشرفه جدا وحلوه قوي. حابه تعمليها بقى في السحور برضو جميله جدا وخفيفه وسهله. طيب انا الكميه هي اللي انا عملتها، وهقولك برضو لو حابه تفرزيها تفرزيها امتى. خلاص يعني طبعا البطاطس دي ممكن تتفرز وتطلعيها في اي وقت، بس هقولك الوقت اللي انت تفرزي فيه. يلا هبدأ بقى اعمل المقادير بتاعه الكفر بتاعي. بصوا بقى، معايا هنا بقسماط، فيجيتار، حار، بارد، اللي يعجبك، ومعايا كمان دقيق على نشا، وهبدأ اقلبهم كويس قوي. ومعايا في الطبق التاني ده ايه، معايا شوية لبن على بيضاية واحدة بس، وهقلبهم كويس قوي. وده الكفر اللي انا هعمله للبطاطس. هحط له بس شوية فلفل اسود وايه، واكمل تقليبته وخلاص على كده. طريقة سهلة وبسيطة، وهحاول ان شاء الله الفترة الجاية اجيب لكم شوية وصفات منها اقتصادية، ومنها برضو ايه حاجات كده ايه في رمضان تنفعك جنب اكلك. هتكون مشرفة جدا ان شاء الله وهتعجبك. يلا هعمل ايه بقى، هحط الاول عشان اعمل كفر حلو مش هيقع منك في الزيت ولا اي حاجة ولا هتفك منك، وهوريكي وانت زي ما شفتي في اول الفيديو الصور عاملة ازاي. هحط الاول في الدقيق والنشا، وبعد كده هحط في اللبن والبيض، وبعد كده هطلع على البقسماط على طول. طيب حابه تعمليها بتعملي الكفر بتاعه خفيف، هتعمليها مره واحده بس. حابه بقى تخلي الكفر مقرمش وحلو كده، ممكن تعملي في مرتين زي ما هوريكي. يعني دي انا اول واحده عملتها اهي مره واحده خلاص. وعلى فكره الاتنين حلوين قوي. يبقى الدقيق والنشا الاول، بعد كده خليط البيض واللبن، وبعد كده البقسماط، وبعد كده شكرا. يلا تاني واحده بقى هعملها مرتين، وهوريكي هعملها مرتين ازاي. هحط في الدقيق مره واحده بس خلاص، وبعد كده هحط في اللبن والبيض اهو، وبعد كده هحط في البقسماط، وهرجع بقى للبن والبيض تاني والبقسماط تاني. بس تمام قوي كده. انا بشتغل بايدي يا جماعه، انا ايدي زي الفل الحمد لله، ومغسوله 3000 مره، وده اكلي واكل ولادي، فيعني مفيش انضف من ايدي. حابه بقى تلبسي جلافز البسي زي ما انت عايزه، الموضوع مش مستاهل خالص اهو. بس كده هعمل بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين. اتمنى الوصفات ان شاء الله تكون بتعجبكم، بس انتوا ايه تفعلوا شويه كده، وما تنسوش اللايك. الفيديو بياخدكم وما بتكملوهوش للاخر، لا كملوا الفيديو للاخر لان بيبقى فيه معلومات مهمه قوي والله العظيم. يلا هبدا برضو الصوابع الساده دي هعملها بنفس الطريقه برضو الدقيق واللبن والبيض، وبعد كده البقسماط بس. وشكرا على كده. وزي ما قلت لك، حابه تعملي مره تمام، حابه تعمليها تغلفيها مرتين مفيش مشكله اهو. الطريقه دي مضمونه قوي قوي، وان شاء الله هتعجبك، وطعمها كمان طعم البطاطس نفسه حلو. يعني الحمد لله كل اللي دقها عجبته جدا. في وصفات كتير بالبطاطس، البطاطس الحمد لله سعرها حلو في السوق ومتوفره، ونوعيتها كمان حلوه. في وصفات كتير ان شاء الله هعملها لكم الفتره الجايه. بصوا بقى، هتفرزي بقى، يبقى هتفرزي في الوقت ده، يعني في المرحله دي هتبداي تفرزي. يا اما هتدخليها كده الفريزر، واول ما تجمد تعبيها في اكياس، او هتحطيها في ورق اللي هو الفويل ده، وبرده ترصيها وتحطيها في الفريزر. وقت ما تحبي تطلعيها زي ما قلت لك، على الفطار على السحور في اي وقت هتطلعيها تقليها على طول، وهوريكي برده وانا بقليها. وشكرا على كده. يعني فرزيها في الحاجه اللي انت حباها، في كيس بلاستيك بتاع سندوتشات، في اطباق فل، زي ما انت عايزه. بس لو هتحطيها في كيس لازم تجمديها الاول وبعد كده تحطيها. بصوا بقى، انا هقلي اهو. انا معايا الزيت، النار بتاعتي مش حاميه قوي، يعني مش حاميه قوي ولا واطيه قوي، النار بتاعتي وسط علشان تاخد لون حلو. لو انا عليت النار قوي هتديني لون محمر بسرعه.
وانا مش عايزه كده، انا عايزاها تستوي براحتها. هي كل حاجه فيها مستويه، بس عايزاها تاخد اللون براحتها. اول ما بحطها ما بقلبهاش غير لما بتاكد ان الناحيه الجنب اللي انا حطاه خد لون. خلاص خلاص، يلا اهو هقلي كله طبعا بنفس الطريقه. واخدين بالكم؟ ولا فكت مني ولا اي حاجه ولا شققت ولا الكلام ده كله. طالما البطاطس مش شاربه ميه يا جماعه بتطلع معاكي النتيجه ممتازه. وادي اهي النتيجه زي ما انتم شايفين، تحفه جدا جدا والله العظيم، فظيعه جميله جدا. مش عشان انا اللي عاملاها، اعمليها انت برضو كده وبرضه هتشكري فيها. بصوا شايفين الكفر بتاعي عامل ازاي؟ طعم البطاطس نفسه حلو قوي. طبعا هنا كانت سخنه قوي فكنت ماسكاها بالعافيه يعني. بصوا، ودي اللي هي محشيه لحمه مفرومه. هحاول افتحها لكم، هي سخنه زي ما قلت لكم اهي. فظيعه زي ما قلت لك، الحشوه دي اختياري. شويه لحمه مفرومه كده ايه، خليكي ناصحه كده ايه، اتبقوا منك يلا في كيس على الفريزر. هتطلعيهم هنعمل بيهم وصفات حلوه قوي الفتره الجايه ان شاء الله. اللحمه المفرومه بصي البرنس بتاع رمضان يعني. ما بنبقاش محتاجين كميه كبيره علشان نشتغل بيها، باي كميه صغيره ممكن ايه نشكل بيها وجبه حلوه قوي او اكله حلوه قوي. بس ده كان الطبق بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. لو عجبك حط لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.